اهلا بكم في فيديو جديد من قناة حكاية زين. عندي في الفيديو ده 3 مواضيع مهمين ان شاء الله يعجبوكم، بس محتاج منكم دعم على الفيديو ده ويشتركوا في القناة بتاعتي على اليوتيوب وتابعوني على صفحتي على الفيس. اقتراب زيزو من الاهلي، للاسف كل المواقع، كل المصادر، وكل الصحفيين بيأكدوا ان زيزو اقرب دلوقتي للاهلي اكتر من الزمالك. الزمالك بقى عمل ايه؟ الزمالك عشان يلحق زيزو متبقي في عقده شهرين بس. ليه مجلس إدارة وصل لاعب في عقده لكده؟ ملهاش لازمة خالص. انت كنت في غنى عن كل ده وكنت جدد له من السنة اللي فاتت وخلاص، ولا كان يطلب كل الأرقام دي، ولا كان هيتعمل عليه كل الضجة دي، ولا كان الأهلي هيخش ويعرض فلوس أكتر منك وعمولة أكتر منك. فده خطأ، يعني سيء بصراحة، خطأ. يعني لو زيزو مشي ده خطأ لا يغتفر. تحرك لجنة التخطيط السريع ومفاجأة لزيزو. لجنة التخطيط بعتت لزيزو عرض، ده عرض أخير ب80 مليون جنيه، ومفيش عمولة لوالد زيزو. وعلى فكرة ده اللي معطل التجديد أصلا من زمان قوي. يعني كل الجلسات اللي هما قعدوها مع بعض، مجلس إدارة واللاعب ووالده، أو مجلس إدارة ووالده، كل المعطل ده إن مفيش عمولة أصلا محطوطة في العقد. طب ليه والد زيزو راح عقد الأهلي؟ عشان فيه عمولة 30 مليون جنيه أو 35 مليون جنيه. فللأسف والد زيزو بيفضل الأهلي أكتر. اللاعب تفاجأ وعايز بقى يفهم من لجنة التخطيط، هل كده الجلسة اللي بعد معسكر منتخب مصر اتلغت؟ وهل ده العرض الأخير فعلا، وإن ده مفيش خلاص، الزمالك مش يقدر يدي أكتر من كده ومفيش عمولة؟ فبرضه بعد معسكر منتخب مصر هيتم حسم الأمور. زيزو حتى الآن لم يوقع رسميا مع النادي الأهلي، هو اقترب. وعشان أبقى واضح مع حضراتكم، هو اقترب وبشدة. كل الكرة دلوقتي في ملعب زيزو. زيزو هو اللي هيختار بنسبة كبيرة قوي هو عايز ايه. ميدو حازم امام وعمرو الجنايني هيحاولوا معاه، ولكن هو لو محدد وجهته من ان هو يروح الاهلي فمش هيقدروا خلاص يقنعوه وهيروح الاهلي. بس انا ان شاء الله واثق ان ميدو وحازم امام وعمرو الجنايني يقدروا يقنعوا زيزو، لانه لاعب اسطورة في نادي الزمالك، وان شاء الله يكون لاعب في نادي الزمالك ويجدد. اقتراب مصطفى فتحي من نادي الزمالك. ميدو قعد مع مصطفى فتحي وعرض عليه ان هو يبقى في نادي الزمالك لمدة 3 سنوات، وطبعا اللاعب وافق بدون تردد وبدون يعني اي حاجة خالص. يعني اللاعب كان حاطط ان هو بيحب الزمالك، واحنا عارفين ان مصطفى فتحي لعب في الزمالك وبيحب الزمالك وزملكاوي كبير قوي يعني. بس شارط ان نادي الزمالك خلصوا من بيراميدز. انتوا عايزين مصطفى فتحي، خلصوا اللاعب من بيراميدز. وبيراميدز نفى ان التفريط في لاعب زي مصطفى فتحي ده هيحصل، وان عقده ممتد ل2027. هل بقى ميدو يقدر يقنع إدارة بيراميدز إن اللاعب ينضم للزمالك الموسم الجاي؟ طبعا لأ. بيراميدز بقى نادي كبير، ومصطفى فتحي لاعب أساسي ولاعب مهم جدا، هو تقريبا أفضل لاعب في الفرقة. فصعب جدا إن أنت تفرط في لاعب زيه. يعني ده في بيراميدز زي زيزو في الزمالك. فننتظر ايه اللي هيحصل في الموضوع ده. ولكن انا بقول لحضراتكم ان مصطفى فتحي مش هيلعب في الزمالك الا بعد نهاية عقده، او الزمالك هيدي مقابل مادي عالي، وبرضه ده صعب. كل الخلاصة في موضوع زيزو ده ان كل الاخبار، الخبر اللي انا قلت عليه امبارح ده هو ليس صحيح، انه موقع رسمي. هو موقعش رسمي.
كل اللي بيحصل دلوقتي ان زيزو بعد عن نادي الزمالك واقترب للنادي الاهلي. الدنيا قامت عشان زيزو راح الاهلي. هي حاجة الزملكاوية لازم يزعلوا منها، لان بصراحة الاهلي اشترى كهربا، هو نجم الزمالك. اشترى امام عاشور وهو نجم الزمالك. اشترى بن شرقي، يعني هو كان لاعب في نادي الزمالك، ودلوقتي بيشتري، ودلوقتي بيتفاوض مع زيزو نجم الزمالك ونجم افريقيا عشان يلعب مع الاهلي. طب ما الاهلي بقى يشتري الزمالك احسن، او احنا نشجع الاهلي على انه الزمالك احسن. حاجة بصراحة بقت صعبة، الاهلي عنده مجلس ادارة يعني يقدر يقنع اي لاعب. لو اللاعب ده عايز فلوس بيديله فلوس، طب اللاعب ده عايز بطولات، فالاهلي موجود في بطولات. المسألة كلها زي ما قلتلكوا هي في ملعب زيزو. زيزو دماغه رايحة فين؟ كل ده هنعرفه بعد ماتش منتخب مصر مع سيراليون. كله ناسي الماتش وبيركز مع زيزو، يعني ضجة كبيرة. بس نتمنى ان زيزو يكمل في نادي الزمالك. لو الفيديو عجبك اشترك في قناتي، ومستني رأيكم هل اكمل فيديوهات على اليوتيوب او اكمل بنفس الطريقة دي.